اليوم وصفة تقليدية قديمة وقديمة بزاف محبوبة عنا في الجزائر، اللي هي وصفة المتوم. وانا جبته لكم على قناه. في طنجرة نحط شوية زيت مع شوية سمن، ونحط مراسن اللحم يتقلاو، ما لازمش تحمروهم باش المريقة تبقى بيضة. اسمو متوم يعني فيه غير الثوم وما كاش البصل. في مهراز ندرس 2 ريسان تاع الثوم مع الملح وشويه كمون. نحط النصف تاع هذيك الدرسه مع اللحم تتقلى، ونزيد لها الملح وفلفل كحل وشويه ما باش ما يتحرقليش الثوم، نخليهم يتقلاو. ناخذ اللحم المرحي ونحط عليه ملح فلفل كحل السمن والثوم اللي بقالي، ونعجنها بالبيض تاع البيض. نزيد لها مغرف تاع الخبز المرحي ونشكلهم كرات. الحميصه كنت شمختها، وكي شفت اللحم قريب يطيب حطيتها ومرقت كل شيء بشويه ما سخون. وكي طابوا لي في زوج حطيت لي بولات دياولي وخليتهم يتجمروا، شبحته باللوز ورشه خفيفه تاع المعدنوس. وهذا هو الطبق تاع المتو.